انا سمر طارق معاكم في الشاي. الالبوم اسمه فرق توقيت. زي ما الجريف له مراحل، زي ما القمر ليه مراحل. فكرة الرفلكشن على القمر أقرب حاجة الواحد يقدر يعبر، هي مراحل وكونكتد ببعض وموجودة فعلا. احنا بنقابل ناس في أوقات صح أو غلط، وبنعيش قصص قد تكون صح أو غلط برضو، على حسب احنا اتقابلنا ازاي وفين وامتى، على حسب الحدث كله على بعضه. فهي بدأت من فرق توقيت، مراحل زي ما بيقولوا مفتاح القصيدة، بس هي مش قصيدة، يعني مفتاح القلب. شخصيتي سنسيتيف شوية، فبتأثر بالحاجات قوي، فبحاول ان انا اعبر عنها بطرق مختلفة. زي الكتاب اعبر عن الشعور، الانكار او الغضب او ايا كان ايه هو، في صور مختلفة، مش بس حبيب وحبيبة. أنا الجريف ده كلنا بنعدي بيه، بعمله عشان أفرغ المشاعر دي. فقدت شخص بحبه جدا، كان صديقي جدا، كان جيتاريست اسمه يوسف مدحت. فعديت بحاجات كتير قوي، فأنا ما كنتش أعرف إن في فعلا علميا بني آدم بيعدي بمراحل بعد الفقد. عاملة ترتيب الإنكار، المساومة، الغضب. يعني الشائع إنه إنكار الغضب مساومة، فانا عاملاها كده عشان هي شيء بيعبر عني، انه مش كل الناس بتعدي بمراحل ورا بعض. ممكن حد بيفقد شيء على طول بيتقبله او بيكتئب وخلصت. تراك حجر ورا مقص بيتكلم عن مرحله الانكار. حاولت ان انا اعالج الانكار بشويه امل كده، لا ما تهربش، يعني واحده واحده. تراك ما تسالنيش بيتكلم عن المساومه، ان الواحد بيبقى متعلق بالماضي. يعني حتى هتلاقي في الارت ورك مثلا ظل بحاول اوصله على ظهري، فاللي حاجه مستحيله يعني. تراك مرايه بيتكلم عن مرحله الغضب، ان انت بتشوف الستيج او اسوأ حاجه فيك يعني. تراك كل اللي فات اتكلم عن مرحله الاكتئاب. هو الاكتئاب عندي في الحدوته دي كان غميت عيون الناس ولسه بيبصوا، دي جمله يعني في التراك. واخر تراك كده بيعبر عن مرحله التقبل. التراك ده له قصة غريبة برضه، أنا عملته في أسبوع تقريبا، كتبته لحنته ووزعته ميكسينج وماسترينج وخلص بجد، ما خدش يعني. ده أكتر تراك حتى غنيته بسلاسة كده وخرج على طول. كنت بسخر يعني. هي مرحلة التقبل بتبدأ من انك تسامحي حاجات، في شوية هاكس كده ممكن تعمليها عشان تعرفي تتقبلي، وهي السخرية يعني. ما تاخديش حاجة جد، الكوميديا السوداء. هي فيها حدوته دي. كان عندي حيطه كنت بكتب عليها الكلام اللي انا عايزه اقوله، كنت بكتب بالاسود. يعني الحيطه دي اتملت، مشاعري مش طالعه لفوق، مشاعري نازله لتحت من سيء لاسوء. بعدين قريت كتاب اسمه زوربه، شفت وجهتين النظر، اللي هو واحد كل يوم بيقوم من النوم يقول انا عايش ليه، في مقابل ده حد كبير في السن بيعيش حياته بيلعب مزيكا، يبص على السماء ويقول الله. كان السؤال اللي هو ازاي هو احنا بنختار؟ فلقيت كلمه forgiveness، فابتديت اسامح حاجات، يعني ما بقولش ان حاجه سهله يعني. فاعتقد ده التقبل، انك تسامحي او تلت جو. الحيطه اللي انا بكتب عليها دي اول حاجه كتبت عليها باللون الاحمر كانت كلمه forgiveness، ومن ساعتها بطلت اكتب اصلا، دهنت الحيطه خلاص. بس على فكره اتسلوب، مش فاكره انك لما توصلي لحاجه يبقى كده خلاص، لا انت هتقعي تاني وترجعي تاني تدوري على حل عشان تتقبلي. طول الرحله انت بتفقدي. الكونسبت خد وقت كتير مع التيم طبعا، مش لوحدي يعني، تيم كبير قوي. انا فيجوال دايركتور، ديزاينر معانا، كاليجرافي، يعني كل حاجه ليها معمول حسابها قوي، فاخد وقت كتير قوي شغل. ربنا يكون في عون الناس، ويا رب يكونوا اتبسطوا. بس انا ساعات متعبه، انا عارف متطلبه شويه يعني على حسب سلكان التراك. والله كل مرحله كان لازم يبقى ليها حاجه بتسبورت برضو وبتضيف في الفيجوال دايركتور فرح مراد، هي اللي عامله الفكره دي. يعني احنا خدنا مثلا نقاش ليه المرايه في مرحله الغضب. هي قالت لي انه لا انت بتشوفي حد تاني، يعني انا شفتها بقى بطريقه تانية، لا انا بشوف نفسي في المرايه في اسوأ حالاتها. مثلا الشخص الشرير اللي جوايا في المرايه، كان في مرايه وكان في كمان هتلاقي في الغرابه، ما تعرفيش نفسك يعني ما بتبصي في المرايه في مرحله الغضب. بس اعتقد يعني الغضب حاجه كومن قوي، انه يعني حتى البني ادم الهادي اللي بيقعد يحوش 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 بيصيره في الاخر هينفجر يعني. هو الغضب كده كده تحسيه ان هو شعور ثانوي، فاعتقد ان هو ده اكتر حاجه كومن يعني. معظم التراكات عدت كده. هو مرايه ممكن يكون اصعبهم، كان لازم ابين فيها الغضب، حتى هو بتلاقيه طالع نازل طالع، تغضبي بعد كده تلمي شتات نفسك وتنفسي وبعد كده ترجعي تاني. فهو في داينامكس كده. انتي اسئلتك صعبه.
اكتر واحده متحمسه اغنيها لايف، انا مفكرتش في السؤال ده، بس ممكن حجر ورا مقص. هي ورده اولها كده ليها داخله سلامه قلبك المجروح من اخر الشارع، فاهمه؟ انا كل الناس اللي حواليا لما سمعتها اصلا بصولي كده، بص اللي هو اتعلمت مسرح. فكان عندي دور كده بعمله، ان انا كنت بغني في جنازه، فكنت بنده، عارفين التراكات بتاعت عرق البلح والحاجات دي، الحزن اللي بالحرقه ده، فانا يمكن استوحيتها من الحته دي. انا بحاول اجرب كل حاجه، مرحله ما اقدرش احكم فيها على نفسي ان انا اغني لون واحد مثلا او كده، بس في حاجات الناس بتحبها، في حاجات الناس ما بتحبهاش، بيسمعوا المزيكا ليهم اذواق مختلفه، فانا بحاول اجرب كل حاجه. اللي جاي في حفله كبيره جدا في مهرجان القلعه، جمهور كبير جدا، وانا متحمسه للحفله دي.